رقم واحد. رقم اتنين، خدوا المفاجأة بقى لحضراتكم، اللي ايفونا مش موجود اصلا في المغرب. وازاي انا النهارده هاجي معايا عقود شايلها في الدرج بتاعي وهو اصلا مش موجوده. مضيت مين؟ الهوا. فانا بصراحه بقول لحضراتكم الحقيقه اللي انا اعرفها، ايفونا موجود في الجابون، مش موجود في المغرب خالص. انه عقود بقى اللي مضى عليها دي انا مش عارف. فجبنا لحضراتكم الصحفي اهو من المغرب، قال اللي هو عمل حوار مع رئيس نادي الوداد اللي هو سعيد الناصري، واكد ان كل الكلام اللي بيتقال في مصر ده غير صحيح بالمره. يبقى وضحنا الصوره، وارجعوا لكل الكلام اللي قلناه قبل كده. انا مش من هواة اللي انا اعرض فيديوهات حصلت قبل كده، ما بحبش اعمل الشغل ده. الساده المشاهدين هم اللي بيحكموا على كل صغيره وكبيره. ولكن قلنا صفقه قويه موجوده في النادي الاهلي اتحسمت خلاص، فهو جون انطوي. العقود موجوده وصورته موجوده. في لعيب ابدى رغبته 100% عايز النادي الاهلي، صالح جمعه، على الهاتف واكد كل كلمه قلناها، اللي صالح جمعه مش عايز يلعب غير النادي الاهلي، هو حابب النادي الاهلي. بالعافيه بقى هاخده، انا مش عارف. كمان المفاجاه بقى اللي انا عايز اقول لحضراتكم عليها، اللي اللاعب ايفونا النهارده قرر الراجل واتكلم، هو في الجابون زي ما قلت لحضراتكم. يعني الوفد اللي سافر عشان يخلص معاه مش من النادي الاهلي، ما قابلش اللاعب اصلا. فالمفاجاه لحضراتكم، اللاعب ايفونا قال انا اعرف حجمه اسم النادي الاهلي في افريقيا، يا هلعب في النادي الاهلي يا اما عايزيني امشي يبقى اروح احترف لو انتوا عايزين فلوس. وكرروا النهارده تاني، ورئيس النادي كرروا اكتر من مره. فعشان نعرف بس حقيقه الامور ماشيه ازاي، مش كل حاجه يبقى في كلام كتير وكل صفقه الاهلي بيتدخل فيها الناس تتحرك فيها. بصوا الاهلي بيتعامل ازاي وغيرك بيتعامل ازاي.